يا سلام على المحشي وجماله وحلاوته، خاصة وقت الغرف ده وبالطريقة دي، مش تقلب الحلة كده وتديني ظهرها، لا هو طريقة الغرف دي ممتازة وبحبها. السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل إن شاء الله حبة محشي حلوين كده، ومن الأكلات التحفة اللي بحبها في كل وقت، مش أكلات شتا بس بالنسبة لي. أنا كنت زيكم كلنا بجيب الكرنباية، أقطعها زي ما انتم عايزين يا جماعة، التقطيع اللي انتم عايزينه. أنا بقطعها على 4 كده، واخد كل ربع في الحلة. دلوقتي بصراحة بطلت أسلقه خالص، الطريقة المعتمدة لدي دلوقتي، وتعلمتها من اليوتيوب، وجزاها الله خير اللي علمتنا، بس أنا والله ما عارفة صاحبة الوصفة. كده من كام سنة كنت شفت بوست على الفيس. المهم بقيت اجيب الكرنبايه بحالها كده واحطها في الفريزر، واسيبها يومين، وتالت يوم اطلعها الاقيها مسلوقه زي الفل، ولا هي مجلده ولا هي طريه قوي، بتبقى بصراحه على الميزان. قطعوا زي ما انتوا عايزين واعملوا زي ما انتم عايزين، كل واحد وله طريقته وكل واحدة ولها طريقتها. المهم بصراحة في المحشي بعد سنين طويلة كده من عمايل الأكل وخبرتنا الكبيرة في عمايل المحشي، الحمد لله رب العالمين بعمله جميل جدا. وبقى أهم حاجة عندي بالنسبة لي ومن زمان الخضرة يا جماعة بتاعت المحشي. كنا الأول نقول لازم الطماطم هي اللي تكون كتير، طبعا بتكون جميلة وفلة وكل حاجة، لكن لما تهتم بالخضرة، شبت، بقدونس، كزبرة، تزوديهم هما، والبصل دول اهم حاجة. والبصل لو هتحمريه وانت بتحمريه كده، ارمي عليه حبة فلفل اسود، او لو هتبشريه. انا بعمل المحشي بكل الطرق، يعني ساعات اعمله مسبك، ساعات ابشر الطماطم، ساعات اقطعها اقطعها قطع صغيرة. المهم ان انا لازم البصل بقى ده المهم عندي، ابشره او احط عليه ادعكه بفلفل اسود، ده بيخليه تحفه. يبقى المهم في المحشي البصل يكون مدعوك عليه فلفل اسود، ويكون حبه بصل محترمين، والخضره شبت، بقدونس، كزبره، زودي، دول بيخلوا المحشي تحفه، دول اهم من الطماطم. والحاجه التالتة والمهمه جدا جدا، التوابل يا جماعه، زودوا التوابل للمحشي. اهم حاجه في المحشي تحط له تتبيله كويسه. انا بحط له فلفل اسود وحبه كمون، والكاري ده بقى بالنسبه لي معتمد في كل الاكلات، خاصه المحشي. تزودي توابل، تزودي خضره، تاكلي احلى محشي بجميع الانواع بقى، سواء ممبار، سواء كرنب، سواء اي حاجه. كلكم شاطرين والوصفات كتير على اليوتيوب، بس انا حبيت اختصر لكم الموضوع، ان المحشي عشان يطلع معاكي ممتاز، التتبيله والخضره ودعكه البصل بالفلفل الاسود دي بتخليه حلو قوي. عملت محشي الكرنب ومحشي الكوسه، وممكن كانوا يتحطوا في حله واحده لو الحله مش مليانه، نحط الكوسه على وش محشي الكرنب. المهم بقى ده في حله لوحده وده في حله لوحده مع حبه فلفل. وطريقه الغرف بقى بتاعت اهالينا، تجيبي الصينيه كده وتروحي كبه، بص المنظر ده، يعني كل صبع وهو نازل بياخد قلبي معاه. انا بحب طريقه الغرف دي، مش تقلبي الحله بقى، كله حلو وتسلم ايديكوا على كل حاجه، بس طريقه اهالينا دي والمحشي نازل، والله كل واحده بحس انها بتكلمني وعايزه تسلم عليا واسلم عليها. حاجه جميله من الاكلات التحفه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. استودعكم الله يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.